السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. كيف كتعرفوا كل وحده فينا عندها واحد العطر كيميزها، وانايا اليوم جيتكم بواحد الكريم كيدار للجسم من بعد الاستحمام. المكونات ديالو طبيعيه ومتواجده اكيد عند اي وحده فيكم، وكل مكون عنده منفعه. وهذا الكريم غادي يكون اباز ديال اي بارفان كتبغيوها. المكونات ديالو جيل ديال الالوفيرا، طلق او النشا، اما الطلق اما نشا الذره، المسك. وهنا ضروري خصكم تلبسوا الليغون، لان المسك الا دمستيه بيديك واخا تغسليه بالقهوه، تغسليه بالمعدنوس، تغسليه باي حاجه ما كتحيدش الريحه ديالو، كتولي اي حاجه طيبتيها، اي حاجه ديال الماكله قصتيها كتبقى فيها الريحه. لهذا من الاحسن تلبسوا القفازات. زيت ارغان، العطر هذا الروح ديال العطر كتمشي عند داك اللي كيعمر مول التعمار ديال لي بارفان، كتاخدي غير الروح. هاد القريعه صغيره بوحدها كدير 10 دراهم. هانتوما هنا البنات انا راه ديجا مخلطاه كيفاش كيكون. غادي نقرب الكاميرا باش تشوفوني كيفاش كنخدم. هانتوما البنات كيف قلت لكم الشكل ديال الكريم كيفاش كيكون، شفتوا؟ تاخذوا شي كويس بحال هكا، جيل ديال الالوفيرا. نعاود لكم المكونات. عندنا جيل ديال الالوفيرا. علاش؟ لان الجيل ديال الالوفيرا مهمه مزيان للبشره، لانها كتحتوي على مواد مكافحه للبكتيريا والفطريات والتقليل من الالتهابات. يعني الا كانوا دوك الحبيبات في الذات، يعني في الجسم، في الظهر، في المؤخره، فهي كتحاربهم. كيف قلت لكم الطلق او النشا، وانا كنفضل النشا. هذا اللي عندي مصوبع من النشا، لان النشا كذلك يحتوي على كميه ديال البروتين كتساعد في تعزيز الكولاجين للبشره، يعني كتعطينا ديك المرونه وليلاستيسيتي للبشره. كتبقى دائما مرنه وشابه، كتحافظ لينا على الشباب ديال البشره. كذلك كتحتوي على الفيتامين A، وهذا الفيتامين A كيفتح البشره، يعني كيساعد على تجديد الخلايا عندنا. لهذا كنفضل النشا على الطلق. عندنا المسك. الفوائد ديال المسك كثيره للبشره، من غير الرائحه الزكيه ديالها فهي مفيده بزاف للبشره. كتحتوي على الفالينوليك واللينوليك، وهاد جوج عناصر هما اللي كيساعدونا على تجديد الخلايا وتشبيب الجلد. زيت ارغان يعني غنيه عن التعريف، واللي ما عندها زيت ارغان تستعمل زيت ديال الكوك. انا هنا كتشوفوها هنا جامده، انا هنا مصاوباها بالزيت ديال الكوك. حاليا ما متوفراش عندي زيت ديال الكوك، عندي زيت ارغان. بغيت نزيد كميه بزيت ارغان. وكيف قلت لكم هنايا البارفان ديال اي بارفان عندكم، هذه ديال كوكو مادموزيل، هي 10 دراهم. كتمشيو عند داك اللي كيعمر الريحه، راه كلنا كنعرفوه، اللي كيبيع دوك لي بارفان ديال التعبئه.
كتاخذوا 10 دراهم غير روح، ما مزيود فيها لا الكول لا والو، لان كديروها الجسم ديالكم، ما كديروهاش كامله، كديروا غير النص. اول حاجه كناخذوا المسك، قطعه صغيره بزاف، لان المسك هذا بغيت نقول لكم البنات، المسك تشريوه هذا كيدير 120 درهم، نتوما غادي كل وحده واش طارتها. انا خديته ب 90 درهم، ما تاخذوش ديال 20 درهم وديال 30 درهم، لانه كيكون غير شمع ومديور في ومدهون بالمسك. لهذا خذوا هذا الشكل، شوفوا اللون ديالو كيفاش داير، وملي كتفتتوه ساهل باش يتفتت. اذا كناخذو كويس، كنديروا فيه المسك هكذا، كنزيدوا معاه النشا، جهد معلقه صغيره، هذه كتهز ربع، يعني غندير 4. غتجيكم صعيبه الخدمه بالليغات، ولكن على ود المسك ضروري. ها هو هنايا المسك والنشا كتخدموهم. كيف قلت لكم المسك راه عنده فوائد كثيره للبشره، من غير الفوائد الجماليه ديالو. المكونين الجوج اللي قلت لكم، وهو الفالونيليك واللينوليك، كيساعدوا على تجديد الخلايا وتشبيب الجلد. هانتوما ملي كيتخلط مزيان كيفاش كتولي اللون ديال النشا، باش تعرفوا راه تخلط، ما بقاتش النشا بيضه. شفتوا غلب عليها اللون البرتقالي ديال المسك. نتوما غتعبروا بمعلقه، معلقه كبيره ديال الجيل الوفيرا، انا عارفه قياسي. كذلك تخلطوا اي عنصر درتوه، تخلطوه واحد بواحد. هانتوما شفتوا هيا ديجا بدات بحال الكريم كتولي. ديروا البارطاني اللي بغيتو، وما بغاتش تحليه هذه كلها تحيد. فوالا هي تحيدات. شوفوا انا غندير غير النص ديالها. صافي، وهذا النص الاخر غادي نخليه تنعاود ندير لكم به واحد الوصفه ولا لا ديال السيروم ديال الشعر، كذلك معطر بنفس الرائحه، نفس النوعيه ديال البارفان، باش ملي ديروا الجسم ديالكم الكريم ديروا للشعر ديالكم السيروم، كتكون رائحه وحده. والريحه يا سلام، ما نقولش لكم البنات الريحه كيفاش دايره. هانتوما شفتوا هنا كتزيدوا زيت ارغان اولا زيت الكوك، سا ديبون على كل وحده واشنو عندها. زدت هنا مقدار 4 المعالق كبار.
صافي. دابا كديروها في شي بواطه صافي، كتخليوها في الثلاجه، راه كتبقى معكم حتى ل3 شهور. انا غادي نزيدها على هذه، ملي غادي تبرد لكم مزيان غادي يولي فيها هذا اللون ديال المسك. غنزيدها على هذا الاول اللي كان عندي. هنا كيف قلت لكم كل وحده والعطر اللي كيميزها، الشخصيه ديالها. هاد الكريمه اللي صوبت اليوم هي السيدات، يعني اللي عندهم السيدات الخجولات، السيدات اللي مكيبغوش البارفان ديالهم تكون مجهده. وان شاء الله في فيديو قادم غادي نصوب معكم كريم كذلك الجسم ديال السيدات ذوات الشخصيه القويه، غادي نصوبوه بالعود. وكذلك سيروم ديال الشعر بالعود. صافي دابا غادي ديروه في الثلاجه، صافي غادي تلقاوه جامد. ملي تدوشي ننصحك نعطيك واحد النصيحه على قبل ليدغاطاسيون، يعني الترطيب والطراوه ديال الجسم ديالك ديال الجلده. يلا تخرجي من تحت الدوش ها هو الكريم درتو في الثلاجه 10 دقائق تقريبا ولا كريمه. صافي ملي كدوشي كيف قلت لكم على جسم مبلول كدهني به الجسم ديالك كامل، منها مرطب ومنها الريحه يا سلام. كيف ما قلت لك شنو اختي اختي يا صاحبتي. المهم دائما النصيحه اللي كنت بغيت نعطيك، لان نقول لك كنت كنهضر معكم في الفيديو ودقوا عليا الناس، لهذا حبست الفيديو حتى خرجوا الناس عاد كملت. المهم دائما تخرجي من تحت الحمام من تحت الدوش والجسم ديالك باقي مبلل، كدهني هاد لاكريم على ود ليدغاطاسيون، يعني ترطيب والطراوه ديال الجلد. الا كنتي في الحمام كتخرجي من الحمام باقا ما تمسحيش بالفوطه، ديري لاكريم ديالك. هادشي اللي بغيت نقول لكم. تهلاو في راسكم، شربوا الماء بزاف البنات، وبخروا بالشيح هاد الايام لان هاد الفيروس اللي كيدور الله يحفظ، الله يحفظنا ويحفظكم ويحفظ وليداتنا كاملين. المهم بخروا بالشيح ضروري، من العشيه للعشيه بخروا بالشيح، شربوا لي تيزان، كلوا اللفت بزاف، كلوا الخضروات بزاف، وتهلاو في راسكم. والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.